السلام عليكم. والله بتوحشوني جدًا. بس أنا كان عندي دور برد كده، فأنا آسفة يعني ريّحت شوية وبعدين كنت مضغوطة شوية. هاقول لكم إيه اللي حصل، وهاقول لكم على حاجة الحمد لله حصلت لي كويسة جدًا. ده كان الفطار بتاعنا. بُص إحنا كده فاطرين فطار حلو يعني، مضبّطين الطبق كده وعاملين كل واحد الحاجة بتاعته. أنا هنا كنت رايحة السوق يعني، بس هاحكي لكم إيه اللي حصل. الحمد لله والشكر لله، ربنا مكرمني من فضله، ربنا وسّعها عليَّ والحمد لله ولادي نجحوا. بافرّحكم. فقُلت إن أنا النهارده إن شاء الله هاحاول آخدهم كده، هاخرجهم خروجة حلوة أوي. هي حلوة أوي بالنسبة لنا. هو إحنا يعني إحنا دايمًا في العيد الخروجة دي المفروض بنخرجها في العيد. بنخرجها مثلًا لمّا نكون يعني حاسة نفسيتهم بقى خلاص تعبانة مش عارفة إيه، نخرج الخروجة دي. خروجة مش مكلفة ولا أي حاجة، بس أنا هنا كنت في السوق، كنت باشتري حاجات لorder يعني، وفي نفس الوقت كنت رايحة أشوف بنطلون لبنتي، عشان زي ما باقول لكم الحمد لله والشكر لله ربنا وسّعها عليَّ. فأنا بدل ما قُلت يعني أنا لاحظت بصراحة المرّة اللي فاتت كان ربنا كرمني، فجيت فرّحت ولادي وجِبت لهم حاجات اللي هُم نِفْسهم فيها ومش عارفة إيه، وبدّيتهم عن إن أنا أدفع مثلًا حاجة علينا أو أجيب حاجة. يعني في حاجات أولويات كتير أوي، 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 بس يعني حاسّاها الموضوع عمّال كل مدى بيصعب أكتر. فأنا جاية على ولادي أوي، فقُلت أمّا ألحق أفرّحهم بقى يعني بصراحة الأول. أمّا فرّحتهم المَرّة اللي فاتت والله ربنا كرمني، والله العظيم بجد ربنا كرمني بجد من فضله. فقُلت الحمد لله والشكر لله. فأنا كنت محتاجة أجيب بنطلون لجنات بنتي عشان خاطر إيه، يعني نعرف نخرج. يعني أنا دايمًا عامةً أنا يوم ما باشتري هدوم مثلًا في عيد أو كده أو يعني في أول الصيف أو في أول الشتا، باشتري ترنج وخلاص، لإن إحنا ما بنخرجش بصراحة أوي. فكنت بادوّر لها على بنطلون يكون واسع زي ما وريته لكم كده، مش عارفة ده كان أحلى والّا ده. أنا جِبت ده في الآخر، يعني ده رجله كلّها واسعة كده. هو أنا بصراحة كنت باقول عليه رجل الفيل، بس هو دلوقتي طلع عليه اسم كده غريب مش عارفة أقوله بصراحة، مش عارفة. رأيكم فيه؟ يعني كنت جايباه عشان خاطر نخرج بيه إن شاء الله بالليل. والبلوزة اللي وريتها لكم دي مش عارفة حلوة والّا لأ، ابقوا قولوا لي رأيكم. هي كانت عايزاها بس قُلت لها إن شاء الله مرّة تانية، في مرّة تانية بإذن الرحمن يعني ربنا يسهّلها كده. هو ده كان order المفروض قُلت هاجهّزه إن شاء الله، وأنا نازلة بقى هاقوم نروح المشوار على طول. هي خروجة أنا عارفة ممكن ناس تعترض معايا فيها بس هي حلوة بالنسبة لنا يعني بصراحة، وصدمتني أوي. أنا اتصدمت، أنا بقى لي فترة كبيرة ما باخرجش. فلقيت يعني بصراحة الدنيا مش عارفة هي الأسعار عملت كده ليه، بجد هو في إيه؟ أنا حاولت أصوّر معاكم شوية حاجات كده إن شاء الله هاوريها لكم. بس سريعًا كده بما إني جايبة البسلة أقول لكم أنا باحب أعمل البسلة كده أوي، باحب إن أنا أشوّحها الأول تاخد سِوَى على خفيف، وأقوم حاطة القوطة متصفية، فما بتاخدش وقت، بتتعمل بسرعة وفي نفس الوقت بتكون حلوة جدًا. والبسلة بالذات يعني مش عارفة ليه باحب أعملها بزبدة هي أنا كل أكلي عامةً عادي يعني. هو طبعًا بافضّل أعمله بزبدة وكده، بس يعني عادي يعني على حسب الظروف. يعني في زيت خلاص باعمل بزيت وخلاص، ما باشتريش سمنة أبدًا ضروري عشان أطبخ، لأ عندي زيت خلاص باطبخ بزيت. ولكن ده عشان كان order فأنا باعمله بزبدة. يعني أنا شارية ربع زبدة كده شايلاه على جنب الحمد لله والشكر لله عشان الدنيا شتا، فعادي هي مش بتبوظ. ف ف ف وكمان ده ربع يعني. فباستخدمه في الإيه، في الأوردرات اللي هي زي كده، في شوية رز، في شوية بسلة. إن كان عايز الأكل زبدة بلدي تمام باحط. باحب أكتر الشعرية بقى في الرز بيطلع حلو جدًا، بيفلفل أوي وبيبقى حلو جدًا ما دام فيه شعرية كتير وحلوة كده. في نوع شعرية وحشني أوي، أوي، اللي هو بيبقى طويل بتاعة زمان دي اللي كنا بنكسرها، مش عارفة راحت فين بصراحة. نفسي فيها أوي، لو لقيتها هاجيبها على طول. هاخلّص الorder كده وربنا يسهّل وهانزل. بما إني صح عشان تقولوا لي ليه جبت الجنات بس، أو يعني أنا باشوف مين اللي محتاج أكتر وباجيبه له. وإن شاء الله ابني مصطفى مثلًا المرّة الجاية أجيب له برضه. يعني هي البناطيل بصراحة الموضوع يعني ممكن يكون عندهم تيشيرتات شوية، بس ما فيش بناطيل. فإن شاء الله المرّة الجاية أجيب لمصطفى. بس عشان إحنا النهارده عايزين نخرج بقى، فقُلت أجيب لجنات. كمان نخرج ونخلّص بقى الدنيا كده الحمد لله عشان نجحوا. وبعد كده بقى إيه، ننتبه بقى عشان إحنا كل سنة وأنتم طيبين في شهر رجب. أنتبه بقى يعني أحاول ألِم حسنات على قد ما هابُص من الناحية المادية. هابُص بقى أنا محتاجة أخُش جمعية طبعًا الحمد لله والشكر لله ربنا كارمني من فضله. أحاول بقى إن أنا أخُش جمعية بسيطة كده عشان لو هاعرف أجيب هدوم عيد، هاعرف أجيب الكُتب بتاعة الترم التاني. بقى شوية زنقة كده، فقُلت أخرّجهم هُم الأول وأشوف الحاجة اللي محتاجينهم جدًا، جدًا، ويعني أخلص كده من حاجة، حاجة يعني زي ما باقول لكم كده. وبعد ما نخلّص الترم بقى والحاجات دي، يعني أنا
ربنا يسهل يا رب. انا عايزه افرحكم بس بحاجه، ان شاء الله ان شاء الله ربنا كرمني وقربت شويه اقبض من القناه. يعني انا قربت، يعني هو الحمد لله بفضل ربنا. في ناس ربنا يبارك لها يا رب. انا مش عارفه هم منين، بس انا لقيت بعتلي تشكرات شكلها غريبه كده، شكلها مش من مصر يعني، مش عارفه. فجريت لي الدنيا شويه الحمد لله بفضل ربنا. فبفكر معاكم بقى، مش عارفه بصراحه ابدا منين يعني. عايزه، مش عارفه اجيب خلاط ولا يعني الاساسيات. عندي حاجات اساسيات كتير، اولويات يعني. بس والله مش عارفه ابدا بايه يعني. ان شاء الله بس ساعتها باخد رايكم وابقى افضفض معاكم باذن الرحمن. بس انا قلت افرحكم ان في ناس كتير قوي بتقعد تقول لي ها قربتي، ها قبضتي، ها ان شاء الله قربت يعني. ربنا ييسر الامر يا رب، بس ربنا ييسر الامر. هو الموضوع ماشي ببطء معايا جدا جدا عشان مش ملتزمه في القناه قوي. مش ملتزمه فيها، فالقناه يعني وقعت شويه، بس الحمد لله بفضل ربنا يعني خير. ربنا ييسر الامر. انا هنا كده كنا في المقطم، انتوا عارفين ان انا من المقطم دي الشوارع بقى. قلت اما اصور معاكم شويه عشان اقعد اتكلم معاكم شويه واحنا رايحين الفسحه بتاعتنا. يعني خمنوا كده قبل ما تشوفوا احنا رايحين فين، احنا رايحين فين. بص انا اقول لكم فكرتي في الخروجه ايه. انا كنت دايما طول عمري لو مثلا عايزين نخرج ومش عامله حسابي قوي، خلاص ما عنديش نقطه بقى اللي هو ايه، لا خلاص معيش فلوس ما اخرجش، لا هو يا دوبك بس لو ربنا سهلها معايا، مثلا معايا حق المواصلات الحمد لله هنروح مرتاحين في المواصلات ونيجي مرتاحين في المواصلات. يعني ما بقاش مثلا قاعداهم بقى فوق رجلي وزنقاهم ومضايقاهم واتعب نفسيتهم اكتر، لا باخدهم جنبي ونروح نركب المواصلات، دافعة لهم جنبي والكلام دوت. ده اللي يهمني والله، نروح ونيجي معايا حق المواصلات خلاص نروح نتفسح. اما بالنسبه للفسحه كنفسها، احنا ولا بناكل بره ولا بنشرب بره. يعني انا الحمد لله الشكر لله ربنا يديمها عليا نعمه، ولادي مش متعودين على كده. ولكن يعني الفسحه بالنسبه لنا مش اكل وشرب والله، ولكن هو تغيير جو. يعني احنا نروح اي حته فيها تغيير جو، ده بالنسبه لنا حاجه حلوه جدا. فاحنا ممكن كنت بروح مول مثلا، انتوا عارفين طبعا المولات بتبقى دخول عادي مجانا. كنا نروح مول ونقعد نطلع هنا وننزل هنا ونتفرج بقى ونركب السلم اللي هو بعجل ده، ونتفرج ونلف المول كله ونخرج نجيب ايس كريم من بره. انا ما اعرفش يعني في الاخر يعني ما اعرفش الايس كريم بصراحه في المول اتحرج، ممكن يكون غالي او كده يعني. فلا كنت بجيب لهم ايس كريم من بره وخلاص ونروح على كده. فممكن نروح نشرب حتى عصير قصب ونمشي ونروح. احنا بنتفسح كده يعني على طول. كنت اخد ولادي وكده. في مكان تاني بقى اللي هو رايحين النهارده حاجه زي مول كده يعني، انتوا هوريهولكم. وبرضه بنتفسح مش بفلوس، الدخول مش بفلوس، بنروح نتفرج وكل حاجه ونجيب لهم برضه ايس كريم واحنا ماشيين. احنا بنحب الايس كريم عادي حتى لو في الشتاء يعني. اهم حاجه تشوفي ايه اللي هم محتاجينه ويفرحهم. مش لازم تكون حاجة غالية، مش لازم تكون بفلوس. انا هقول لكم على حاجة انا ماشية بيها طول حياتي بجد هتفرق معاكم قوي قوي لو عملتوا بيها والله. امي برضو الله يرحمها ويغفر لها كانت معلماني نقطة، اللي هو مش شرط اللي انت تعمليه يكون مناسب بالنسبة لي. انت ممكن يعني ممكن تعملي اقصى ما في جهدك واقصى ما في وسعك. يعني كل الفلوس اللي معاكي تجيبي بيها حاجة مثلا وتديها لشخص وما يفرحش بيها، او تتعبي جدا وتبذلي مجهود عالي جدا 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 وفي الاخر اللي قدامك هتقولي ايه، ما قدرنيش، انا ما اتقدرتش. لا هي الفكرة مش في كده. الفكرة ان هو دلوقتي هقولك كمثال، انت لو انت لا قدر الله في قاع البحر ولقيتي حد نزل غواص نزلك وجابلك سبيكة دهب غالية جدا وثمينة جدا، انتوا عارفين بقى الدهب بكام دلوقتي؟ هل هتفرحي؟ انتي حاليا مش محتاجة سبيكة دهب، انتي مش محتاجة اي فلوس في الدنيا اساسا. انتي عايزة نفس، انتي اللي محتاجاه حاجة ابسط وارخص من كده بكتير. انتي محتاجة نفس. فشوفي بقى لو حد تاني جاي خد ايدك وطلعك بره البحر، مين فيهم عمرك ما هتنسي اللي عمله معاكي، اللي جابلك سبيكة دهب بكل الفلوس اللي يملكها في حياته وسابك وطلع، ولا اللي جابلك اللي شدك بس بره خلاكي تاخدي نفس. فدايما عشان ترتاحي وعشان توصلي احسن حاجه تعمليها اللي قدامك، انت تشوفي هو محتاج ايه. مش شرط الحاجه اللي انت تقدميها هو اللي محتاجه، لا انت تشوفي هو بالنسبه له ايه اللي هيسعده. ممكن تكون حاجه بسيطه جدا 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 بس هي دي اللي هتفرق معاه. بس فناخد بالنا من نقطه زي كده. ماما الله يرحمها هي اللي كانت يعني كنت مثلا بعمل لها حاجه اقول لها ماما انت ليه مش مبسوطه مني، يعني ليه مش مبسوطه؟
تقول لي أنا اللي أنا عايزاه، أنا عايزاكِ مثلًا تلتزمي بالصلاة في وقتها، مثلًا تذاكري، تخلّي بالِك أوضتِك تكون مرتبة، الحاجات دي أنا تخلّيني أسعد واحدة في حياتي، يعني أنا أقعد أدعي لِك طول النهار. كانت أمي الله يرحمها واغفر لها تقول لي كده، فتيجي أنتِ مثلًا تجيبي لي شوكولاتة وأنتِ جاية بمصروفِك، أنا مش هافرح، أنا مش أنا زعلت إن أنتِ صرفتِ فلوسِك. ففي النقطة دي عشان كده فهّمتني حاجة زي كده، ففعلًا يعني إيه رأيكم بجد فعلًا في الموضوع ده والله. أنا أجهدتكم طبعًا في المشوار اللي أنا واخداه معاكم دوّة، صورته لكم كلّه كنت فرحانة بصراحة. فهو صح نسيت أقول لكم على حاجة، النقطة اللي أنا عملتها إن هُم باشوف ولادي محتاجين إيه، محتاجين مثلًا خروجة حلوة خلاص خرجنا، وصلنا الحمد لله بالسلامة، إحنا كنا في كارفور، أنا كنتش راضية أقول لكم ليه بقى عشان هتقولوا لي ده مقاطعة والكلام دوّة، أنا ما كنتش عارفة أولًا، وثانيًا هو أنا ما باشتريش حاجة منه أصلًا، زي ما باقول لكم يعني أنا ما اشتريتش أي حاجة خالص، كل حكاية خدت عربية قعدت فيها حور عشان خاطر بس نلِف كده فيه ونتفرّج ونغيّر جو بقى، هو بصراحة ما شاء الله بيبقى مُكيّف كده وما شاء الله نتفرّج ونشوف حاجات، بس أنا استعجبت بطريقة غريبة جدًا، يعني أنا بجد كنت حاطة في آمالي إن ربنا يسهّلها معايا شوية وربنا يكرمني أبقى أغيّر بوتاجازي أو أغيّر التلاجة بتاعتي اللي كل شوية أصلّح فيهم وكل شوية يبوظوا تاني، فبصراحة قُلت لأ، يعني ربنا يسهّل الأمر يا رب وأبقى أغيّرهم. أنا فوجئت الأسعار بجد والله بجد مش مستوعبة، مش عارفة أحكي لكم أنا شُفت إيه بجد. التلاجات بقت ب40.000 والبوتاجازات ب15.000 إيه ده من إمتى الكلام ده؟ والّا الحلويات يعني أنا جيت أشتري مثلًا لبنتي كيكة والّا في فرق شاسع في الأسعار بجد حاجة غريبة جدًا والله، يعني أنا فوجئت حصل الكلام ده إمتى، إحنا كنا مهاجرين والّا إيه؟ فالحمد لله غيّرنا جو وروّحنا، إحنا كده مروّحين وبابا ربنا يبارك له ويدّي له الصحة يا رب، يعرف إن أنا خارجة مثلًا في حتة هو الحمد لله بفضل ربنا بابا معاه عربية، ييجي يعرف خارجة في حتة أو كده دايمًا أبُص ألاقيه يعني مطرح ما أروح يقول لي: "ها خلّصتِ؟ أنا برّه أهو يالّا نروّح." الحمد لله دي من نِعَم ربنا عليّا يعني الحمد لله والشكر لله. بس مش عايزاكم بقى تزعلوا منّي عشان أنا يعني بايخة بصراحة، باطوّل عقبال ما بانزّل فيديو، بس أنا من الشخصيات اللي أنا باتوتّر زيادة عن اللزوم وأمّا باتضغط فحقكم عليّا ما حدّش يزعل منّي، ويا رب تكون بقى الخروجة عجبتكم وما تعبتوش معايا في المشوار دوّة، يعني واخداكم رايح جاي. إن شاء الله يكون الفيديو خفيف كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.